تعرفون هذا الشيخ منو؟ اجا ملك بالمنام شنو قال لي؟ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء يقول بمقدمة كتاب الفردوس الأعلى، يقول أنا ردت ألف هذا الكتاب ولكن ظليت أسوف وظليت أماطل وظليت أقول اليوم باكر، وأنا ظليت سنتين على هذا النحو وأنا ما مألف هذا الكتاب، لحد ما أجى شهر رجب. بعد ما كملت صلاة الفجر انتظرت، كملت المستحبات غير ذلك، انتظرت إلى أنه ينتهي وقت صلاة الفجر، ينتهي الفجر، فظليت على هذا المجال إلى أنه خذتني غفوة وخذتني النومة. إجاني بالمنام ملك على صورة إنسان، فشنو قال لي؟ قال لي يا شيخ إلى متى هذا التسويف وهذه المماطلة وتقول اليوم باكر وانت بعدك بعيد عن الفردوس؟ إلى متى هذا التسويف عن الفردوس؟ قال لي شنو تقصد بالفردوس؟ قال لي الكتاب اللي ردت ألفه قبل سنتين هو هذا الفردوس، هذا الفردوس لك ولشيعتنا. فيقول الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء أنا بعد ما قعدت خذتني هزة وخذتني رجفة وصممت على تأليف هذا الكتاب. لذلك إخوان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أبا ذر إياك والتسويف بأملك فإنك بيومك وليس فيما بعده. لذلك إخواني التسويف والمماطلة وأقول اليوم باكر راح أسوي هذا العمل راح تمنعني من الانتفاع في الدنيا وتمنعني من الاستفادة في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من المسوفين ومن المماطلين بحق محمد وآل محمد.